لو قلبك ضعيف أنصحك ما تتفرجش على الفيديو ده. سارة طفلة ذبحها أبوها بعد ما اكتشف إنها مش طفلة أصلاً ولا بشرية. سنة 1964 في إحدى قرى الساحل السوري خلفت سيدة اسمها مريم محمد بنت اسمها سارة. والغريب إن الست اللي اسمها مريم دي كان عندها 62 سنة، يعني موضوع الخلفة ده بالنسبة لها صعب جدا. وكان عندها 3 أولاد، أكبر واحد فيهم كان اسمه يحيى وكان عنده 37 سنة، وأصغر واحد فيهم كان عنده 32 سنة. مريم اتعرضت لعضة من كلب مسعور ولونه أسود، وتأزمت حالتها الصحية جدا، وبعد 6 شهور بالظبط اكتشفت إنها حامل، وجه ميعاد ولادتها. الداية اللي كان اسمها أم ياسر عرفتها إنها خلفت بنت وسموها سارة، وماتت مريم في الولادة. وجوزها هو اللي بدأ يهتم ببنته سارة اللي اتولدت عندها تشوهات وكانت شديدة القبح. عاشت سارة في بيتها وتعلمت المشي وهي عندها 3 شهور بس، وكان صوتها غريب جدا وحركاتها أغرب. فطمت نفسها عن الحليب وهي عندها 6 شهور، وكانت بتحب تاكل اللحمة بشكل كبير جدا وبتطلبها بشكل مرعب ومسعور، زي ما تكون كده حيوان مفترس بشكل يعني غير طبيعي. فقلق والدها منها ومن تصرفاتها الغريبة جدا. كانت بتصحى بالليل وتفضل تحرك راسها يمين وشمال بشكل غير طبيعي. ما كانتش طفلة بريئة زي باقي الأطفال ولا بتعيط كمان زيهم، كانت قوية، وكانت دايما ريحتها كريهة زي ريحة الخروف. ما قدرتش تتعلم الكلام، كانت بس بتنطق حروف بشكل غامض ومخيف، زي ما يكون كده متعلمة لغة غريبة. أبوها بدأ يشك فيها ويسأل نفسه، يا ترى دي بنتي فعلا؟ يا ترى هي إنسان ولا لأ؟ فضل يراقبها طول اليوم لمدة 6 سنين لحد ما اكتشف في الآخر الحقيقة اللي أشعر ليها بدنه وخلته يذبح بنته. أبوها كان بيشتغل في تربية الخرفان وعنده مزرعة خرفان، وفي يوم من الأيام صحي الصبح ولاحظ اختفاء كلاب الحراسة اللي بيحرسوا المزرعة بتاعته، على الرغم من إنهم من فصيلة البيت بول، واللي يعرف النوع ده من الكلاب يعرف إنها أحد أقوى أنواع الكلاب، وكان عددهم كمان 7، يعني قادرين إن هم يتخلصوا من أي خطر يواجههم أو أي خطر يواجه المزرعة، لأن ملهمش أي أثر في المزرعة. اليوم اللي بعده لقى إن في خروف ميت بس بشكل بشع، كان جسمه كله متقطع زي ما يكون كده اتعرض لهجوم حيوان مفترس، عنده مخالب وأنياب، ومش مخالب عادية، مش مخالب مثلا كلب أو ضبع أو حتى ذئب، لا، مخالب قوية، مخالب بتاعت حيوان مفترس قوي. وعدت الأيام وكان كل يوم يموت خروف في المزرعة. طبعا باباها لما لقى الأمر كده قال لابنه الكبير إنه يحرس المزرعة بالليل ويشوف إيه اللي بيحصل. وفعلا يحيى قعد طول الليل يحرس المزرعة ومستني يشوف إيه اللي بيحصل في المزرعة، ولكن للأسف في نص الليل غلبه النوم ونام. ولما صحي تاني يوم لقى إن برضه فيه خروف ميت، وما قدروش يكتشفوا الوحش المفترس. غضب والده منه جدا وطلب من أخوه التاني إن هو اللي يحرس المزرعة، ولكن برضه حصل معاه نفس الشيء، غلبه النوم ونام وما قدرش يعرف ايه اللي حصل بالظبط. لكن ابنه الاخير ده بقى كان ذكي جدا، جاب كده قطعة تلج وحطها فوق راسه وبدأ في الحراسة طول الليل، وكل ما عينه تروح في النوم كانت بتنقط عليه قطعة التلج دي وتفوقه. وفضل كده لحد طلوع الفجر، لحد ما شاف حاجة عمره ما توقع انه يشوفها. شاف اخته سارة وهي خارجة من الشباك، فاستخبى بسرعة وراقبها من بعيد. دخلت سارة للمكان اللي فيه الخرفان وخرجت منه وهي ماشية على ايديها ورجليها وماسكة الخروف في بقها كأنها حيوان مفترس. كان منظرها مرعب جدا ومخيف، عندها أسنان كبيرة ومخالب زي السكينة. اتصدم أخوها من منظرها وفضل يراقبها وهي عمالة تاكل لحم الخروف بشكل مفترس جدا لحد طلوع الشمس. وبعدين راحت سارة ونطت في بركة المية وخرجت منها ورجعت لطبيعتها تاني ولا كأني حصل أي حاجة، ودخلت البيت. وطبعا أخوها حكى لأبوه كل اللي شافه، وأبوه متفاجئش، كان متوقع حاجة زي كده. فراح للداية أم ياسر وبدأ يحكي لها عن كل حاجة. قالت له دي حاجة اسمها ثعلبة، وهي هجين بين الشيطان وبين الوحش، وما ينفعش قتلها إلا بحاجة واحدة بس، وهو سم أفعى سودة تعضها في نفس المكان اللي الكلب عض أمها فيه. وفعلا بدأ أبوها يدور على أفعى سودة في أنحاء المزرعة،
وفعلا لقى واحدة. وهنا بدأت المهمة الصعبة. في آخر يوم كانت سارة كلت كل الخرفان، وجه أبوها وماسك الأفعى في إيده وأولاده ال3 حواليه، لكن سارة كانت مختفية في اليوم ده. خرجوا كلهم علشان يدوروا عليها، لقوها واقفة على قبر أمها وبتنبش في القبر وبتاكل العظم. من شدة خوف الأب رمى الأفعى من إيده ناحية سارة، ولكن سارة قدرت إن هي تقفز على واحد من إخواتها وخرجت حنجرته وموتته. أخوها الكبير مسكها بسرعة، وأبوها مسك الأفعى وحطها على رجل سارة علشان تعضها، لكنها قدرت إنها تهرب بعد عضة الأفعى ليها وقتلت أخوها الكبير. وبعد ما دخل سم الأفعى في عروقها ضعفت سارة، وقام أبوها بذبحها بسرعة بالسكينة اللي كانت معاه، ودفن الأب أبنائه ال2، وبعدها مات بسبب سم الأفعى اللي لدغته. ودخل الابن الأخير مصحة للأمراض النفسية علشان يتعالج من أثر الموقف اللي مر بيه، وفضل فيها لحد ما مات عام 1998. يا رب تكون القصة عجبتكم، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.